بصوا الجمال بقى والريحة خطيرة. لازم تجربوا السجق بالطريقة دي، وممكن كمان السجق البلدي مش لازم الاسكندراني، هيبقى ريحته تقلب الدنيا وطعمه خطير. وتزودوا خضار يبقى طعمه في منتهى الجمال. تعالوا بقى ندوقه وتعملوه سندوتشات كده بالعيش البلدي او كمان بالمكرونة، كله هيمشي معانا. شوفوا الطاسة الحلوة دي اتعملت ازاي، ريحتها جميلة جدا. بصوا الحلاوة دي، العيش البلدي خطيرة، تستاهل بقكم. ده السجق الاسكندراني او السجق التركي، هو ده الشكل بتاع السجق الاسكندراني او التركي حسب ما بيقولوا عليه، يعني اللي هو المليان شوية بيبقى فيه بهارات اكتر وطعمه بيكون اطعم. تعالوا يلا بينا نعمله بطريقة حلوة قوي وهيبقى طعمه لذيذ جدا. قطعته شرايح بالشكل ده كده وبقى جاهز عندي. ممكن كمان تقطعوا اصغر من كده، يعني الحجم اللي انتوا عايزينه قطعوا بيه. بعد كده عندي بقى فلفلة اورنج وفلفل اخضر وفلفل مشطشط حسب الرغبة طبعا. لو عايزين تحطوا كمان بصل وتزودوا هيبقى طعمه لذيذ. وكمان معايا طماطم، ممكن كمان تزودوا الخضرة، انا بحب ازود فيه الطماطم بيبقى طعمه جميل قوي مع السجق. وكده الفلفل متقطع والفلفل الاخضر والطماطم كله مقطعاه مكعبات نفس الحجم. لو هتقطعوه كبير يبقى كله كبير، لو كله صغير يبقى كله صغير، علشان ياخدوا كلهم نفس السوا. ويلا بينا. وانا كترت الطماطم علشان انا هحط حبة وحبة في الاخر. سخنت الطاسة كويس علشان انزل فيها سجق من غير زيت. لو حابين تحطوا زيت ممكن تحطوا حبة صغيرين، بس علشان السجق بيكون فيه دهون اصلا فانا مش هحط زيت، هسيبه هو ينزل الدهون بتاعته ونستفاد بيها عشان ما يكونش مليان زيت. سامعين صوت النار قوية ازاي؟ هسيبه بقى هو ينزل الدهون بتاعته، مش هقلبه قبل ما يبتدي يتشوح من الجنب الاولاني، لازم يتشوح كويس جدا معاه. الريحة بتاعت التتبيلة بتاعته خطيرة جدا. اول ما يبتدي ينزل الدهون كده هنقلب عليه. عشان نبتدي نشوحه، ما نقلبش كتير عشان ما يتهريش. اول ما ياخد تشويحه من الجنبين كده هبتدي انزل الخضار بقى اهو كده. ننزل بقى الخضار ده كله بقى هنسيبه يتسبك، يعني هو كتير بس هنسيبه بقى ايه يتسبك وينزل ميته يدبل معانا بقى. هنوطي عليه خالص، ممكن كمان ننزل فص. بعد ما اشوح كمان الخضار عندي هغطي عليه واسيبه بقى على نار وسط لحد ما الخضار والسجق يتبلوا عندي وياخدوا من قطعم بعض. وهو بيتسبك بقى مش بيكون محتاج غير شوية ملح وفلفل حسب الرغبة برضو، وفص ثوم مهروس، وبنقلبهم مع بعض. سيبته يتسبك وياخد ويدي مع بعضه كده. هو خلاص كده دخل في السوا وشرب اهو الصوص بتاعه وتسبك وريحته خرافي. بصوا الجمال بقى والريحة خطيرة. لازم تجربوا السجق بالطريقة دي، وممكن كمان السجق البلدي مش لازم الاسكندراني، هيبقى ريحته تقلب الدنيا وطعمه خطير. وتزودوا خضار يبقى طعمه في منتهى الجمال. تعالوا بقى ندوقه وتعملوه سندوتشات كده بالعيش البلدي او كمان بالمكرونة، كله هيمشي معانا. شوفوا الطاسة الحلوة دي اتعملت ازاي، ريحتها جميلة جدا.
بصوا الحلاوة دي، عيش البلدي خطيرة، تستاهل بقكم.